لو كنتم زيي بتحبوا جدا من وانتوا صغيرين الفول اللي بالخلطة بتاع المحلات، سواء كان محشي في سندوتشات أو سواء بنشتروه في علبة علشان ناكله في البيت، يبقى أكيد وصفتنا النهاردة لفول الخلطة اللي بالتتبيلة الجميلة وبالطحينة اللي معمول في البيت واللي معمول من فول متدمس في البيت هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. أنا عندي 3 معالق من السمسم المحمص هحطهم في مطحنة الخلاط واطحنهم كويس قوي لحد ما يبقوا بودرة بالشكل ده. هنزل بالبودرة السمسم في الكبة بتاعتي وأنزل عليها بكمية من الزيت وأضربهم كويس جدا بالكبة علشان تبقى عندي طحينة سائلة بالشكل ده. هزود الزيت لحد ما أوصل للقوام ده. هضيف بقى على الطحينة دي هي الفول بتاعي، وهضيف فلفل رومي وممكن فلفل حامي، وهضيف بهاراتي ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود وخل، وممكن تحطوا توم، ممكن تحطوا شطة اللي تحبوه، وهخلطها كويس جدا لحد ما الفول بتاعي يتطحن بالشكل ده. واحط هبدأ اسخنه واحط على الوش زيت زيتون واقدمه بالشكل الجميل ده. ممكن نحط عليه طماطم، ممكن نحط عليه حمص مسلوق اللي تحبوه. الخلطة دي للفول اللي بالخلطة تحفة تحفة تحفة. اتمنى لو عجبتكم وصفتنا النهاردة لفول الخلطة المنزلي واللي معمول من فول متدمس في البيت وصحية وآمنة جدا انكم تنفذوها، وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات. وبالهنا.